اللي هتسمعه في الفيديو دي هيغي طريقة فهمك للقوة العسكرية في العالم وهاخليك تشوف الأرقام اللي متداولة عن الجيوش بشكل مختلف تماما. وقبل ما نكمل اعملوا لأيك واشتراك في القناة علشان المحتوى ده يوصل لناس أكتر وعلشان سلسلة دي تكمل. ناس كتير بتستغرب لما تلاقي أرقام عن عدد الطيارات والدبابات والمدرعات عند جيوش مختلفة وبيجي في بالهم سؤال منطقي وهو مش المفروض دي أسرار عسكرية؟ والحقيقة إن السؤال ده في محله بس إجابته أعقد بكتير من فكرة سر ومش سر، لأن العالم العسكري ماشي بمنطق مختلف خالص عن اللي أغلب الناس متخيلاه، وفيه فرق كبير بين معلومة عامة ومعلومة خطرة ومعلومة ممكن تغير مسار حرب كاملة. أول حاجة لازم نفهمها إن الأرقام اللي بتتداول دائما هي أرقام تقريبية مش نهائية ولا دقيقة. يعني لما تسمع إن دولة ما عندها 600 طيارة مقاتلة ده مش معناه إنهم 600 شغائلين ولا 600 جاهزين ولا حتى 600 موجودين في نفس المستوى القتالي في طيارات تحت الصيانة وطيارات للتدريب وطيارات للتجربة وطيارات قديمة وطيارات حديثة، وكل ده بيتحط في رقم واحد علشان يدي انطباع عام بس. المصادر اللي بتطلع منها الأرقام دي متعددة وأغلبها مش عسكري مباشر في ميزانيات دفاع بتتعلن غصب عن أي دولة، لأن ده جزء من النظام الاقتصادي والسياسي. ولما دولة تعلن إنها صرفت رقم ضخم على سلاح الجو أو القوات البرية، المحللين يقدروا يربطوا الصرف ده بأنواع تسليح معينة وعدد تقريبي ليها غير كدهم في تقارير دولية ومعاهد أبحاث متخصصة بتجمع بيانات من سنين طويلة، وبتقارن وبتحلل وبتطلع تقديرات أقرب ما تكون للواقع. التكنولوجيا كمان لعبت دور كبير جدا في إن الأرقام ما تبقاش سر مطلق. صور الأقمار الصناعية بقت أداة أساسية في التحليل العسكري، وبتظهر القواعد والمطارات والموانئ وحجم النشاط فيها وعدد القطع الظاهرة، ودي مش محتاجة تجسس تقليدي زي زمان. دي أدوات مفتوحة لمراكز أبحاث وشركات وحتى جامعات، وعلشان كده فكرة الإخفاء الكامل بقت شبه مستحيلة. طيب السؤال المهم بقي ليه الدول سريبة به يحصل وليه ما بتقفلش على نفسها وتخلي كل حاجة سر؟ الإجابة إن الإعلان أحيانا بيكون مقصود وبيخدم هدف استراتيجي. الإعلان عن القوة بيعمل ردع نفسي قبل ما يكون ردع عسكري، يعني لما خصمك يبقى عارف إن عندك قوة كبيرة هيحسبها 1000 مرة قبل أي خطوة، وده بيوفر عليك حرب كاملة من غير ما تطلق طلقة واحدة. الإعلان كمان أداة سياسية. الدولة اللي تظهر قوية بتبقى عندها مساحة أكبر في التفاوض وبتتحسب حسابها في التحالفات الدولية وفي النزاعات الإقليمية، وده سبب إن دول كتير تحب تبالغ أحيانا أو تختار بعناية إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، لأن الصورة العامة مهمة جدا. بس هنا لازم نقف عند نقطة محورية. العدد عمره ما كان مقياس القوة الحقيقي. القوة العسكرية معناها تدريب وانضباط وتخطيط وقيادة وسيطرة وتكنولوجيا واتصال وسرعة قرار. ممكن جيش عنده عدد أقل يكسب معركة ضد جيش أكبر بكتير لو العوامل دي كان لصالحه، والتاريخ مليان أمثلة على ده. كمان في فرق بين سلاح موجود وسلاح فعال. في دبابات متخزنة سنين وبتتحسب في الأرقام، وفي طيارات قديمة موجودة على الورق بس فعاليتها محدودة، وفي وحدات كاملة مش في أعلى جاهزية، وده عمره ما بيقال في أي تقرير علني، لأن ده فعلا من الأسرار الخطرة. الأسرار الحقيقية في أي جيش مش في العدد، الأسرار في الخطط، في سيناريوهات الطوارئ، في طريقة الرد، في هيكل القيادة، في شبكات الاتصال، في الحرب الإلكترونية، في القدرات غير المعلنة. ودي حاجات ما ينفعش تظهر لأن ظهورها ممكن يدمر ميزة استراتيجية كاملة. في كمان مفهوم مهم اسمه الغموض المحسوبة، وهو أن الدولة تسيبك تعرف جزء وتحتار في جزء تاني علشان تفضل دائما مش متأكد، وده لأي خصم في حالة تردد وقلق، وده في حد ذاته سلاح قوي جدا أحيانا أقوى من المدافع والطيران. علشان كده لما تسمع رقم عن عدد الدبابات أو الطيارات ما تأخذوش كحقيقة مطلقة، خده كمؤشر عام بس، لأن الواقع دايما أعمق وأعقد، واللعبة الحقيقية بتتلعب في الحاجات اللي ما بتتشافش ولا بتقال. لو رجعنا التفكير خطوة وراء هنفهم إن فكرة السرية العسكرية نفسها تغيرت مع الزمن. زمان كان ممكن دولة تخبي جيش كامل، دلوقتي ده شبه مستحيل، لأن العالم بقي مفتوح والمعلومات بتتحرك أسرع من أي وقت، ومع ذلك الجيوش الكبيرة لسه محتفظة بتفوقها، لأنهم فاهمين إن السر مش في الشكل الظاهري لكن في العمق اللي ما حد وصل له. فيه فرق بين أنك تعرف أن الدولة عندها طيارات شبح، وبين أنك تعرف قدراتها الحقيقية ومداها وأنظمة الرصد بتاعتها وقدرتها على الاشتباك، ودي تفاصيل عمرها ما بتطلع، لأن معرفتها تغير حسابات أي صراع، وعلشان كده اللي بيقال دايما هو الحد الأدنى اللي ما يضرش. خطوة مهمة كمان إن في أرقام بتتكرر سنين طويلة من غير تحديث حقيقي، لأن في دول بتحب تسيب صورة ذهنية ثابتة عند الخصم، يعني الخصم يفضل فأقر إن القوة هي بينما الواقع
موقعه إما أقوى جدا أو تغير شكله بالكامل، وده نوع من أنواع الخداع الاستراتيجي. فيه كمان أسلحة ما ينفعش تتقاس بالعدد زي الحرب الإلكترونية والتشويش والهجوم السيبراني، والحاجات دي ماليهاش أرقام واضحة وما ينفعش تتحط في جداول، لكنها ممكن تشل جيش كامل في ساعات، ودي من أخطر عناصر القوة الحديثة اللي الإعلام نادرا ما يركز عليها. الجيوش الحديثة بقت تشتغل بمنطق الشبكة مش بمنطق الكتلة، يعني مش مهم عندك كم دبابة، المهم الدبابة دي مربوطة بإيه وبتاخد أوامر من مين وبتشوف إيه وبتتحرك أزئي في ساحة القتال، وده فرق ضخم جدا عن الحروب القديمة اللي كانت قائمة على الحشد فقط. علشان كده ممكن تشوف دولة عندها عدد أقل لكن منظومة القيادة والسيطرة عندها متقدمة فتسبق بخطوات، وده اللي بيلي الأرقام لوحدها خادعة، لأن الرقم ما بقولش حاجة عن السرعة ولا الدقة ولا التنسيق. فيه كمان عامل البشر، وده غالبا بيتناسى الجندي المدرب كويس والقائد اللي فاهم أرضه وقدراته يساوي وحدات كاملة من غير تدريب حقيقي، وعلشان كده الجيوش المحترفة بتركز على النوع مش الكم، وده سبب إن أرقامها أحيانا تبان أقل لكنها فعليا أخطر. كمان لازم نفهم إن في فرق بين القوة الهجومية والقوة الدفاعية. دولة ممكن تركز على الدفاع أكثر فتحتاج أرقام أقل لكنها تكون محصنة جدا ضد أي هجوم، وده بيبان في أنظمة الدفاع الجوي والتحصينات والتكامل بين الفروع المختلفة. الإعلام ساعات بيقارن بين الجيوش بالأرقام بس لأن دي الأسهل، لكن المقارنة الحقيقية محتاجة تفهم العقيدة العسكرية لكل دولة، يعني الدولة دي بتفكر أزئي وقت الصراع بتفضل الهجوم ولا الردع، بتعتمد على السرعة ولا الصبر، ودي حاجات ما ينفعش تتحط في جدول. في حالات كتير الأرقام اللي بتتعلن بتكون جزء من لعبة أكبر اسمها إدارة التوقعات، يعني الخصم يتوقع سيناريو معين بينما الخطة الحقيقية مختلفة تماما، وده عنصر حاسم في أي مواجهة كبيرة. خطوة أخيرة مهمة إن الجيوش بتبني قوتها على مدى طويل جدا مش سنة ولا اثنين، وعلشان كده أي رقم لازم يتقري في سياقه التاريخي. هل الدولة دي بتطور من سنين ولا لسه بتبدأ؟ هل عندها خبرة عملياتية ولا لا؟ لأن الخبرة دي لا تقاس ولا تعلم لكنها بتفرق وقت الجد. لو جمعت كل اللي فات هتكشف إن السؤال مش ليه نعرف الأرقام لكن ليه الناس، فأكرة إن الأرقام هي الحقيقة بينما الحقيقة أعمق وأعقد ومستخبية في تفاصيل قليلة جدا عارفها دائرة ضيقة جدا. القوة العسكرية الحقيقية دايما هي مزيج من معلن ومخفي، والمعلن غالبا معموله حساب والمخفي هو اللي بيحسم، وعلشان كده الجيوش الكبرى عمرها ما بتخاف من نشر أرقام تقريبية لأنها عارفة إن اللي بجد مش ظاهر. لو دخلنا أعمق في طريقة تفكير الجيوش هنكتشف إن في فرق كبير بين القوة اللي بتبان والقوة اللي بتتخطط. الجيوش مش بتستعد للحرب اللي الناس متوقعا لكنها بتستعد للحرب اللي ما حد شايفها، وده سبب إن كتير من القدرات الحقيقية بتفضل مخفية لآخر لحظة. في العقيدة العسكرية الحديثة في مفهوم مهم اسمه المفاجأة الاستراتيجية، وده معناه إن الخصم مهما كان عارف أرقامك وقدراتك الظاهرة يفضل غير قادر يتوقع الضربة الأساسية أو شكل المواجهة، وعلشان كده الإعلان عن أرقام عامة ما بيكسرش المفاجآت لأن المفاجأة دايما في الأسلوب مش في العدد. كمان لازم نفهم إن في جيوش بتبني قوتها على سيناريوهات محددة جدا مش على حرب شاملة، يعني الدولة بتحضر نفسها لنوع معين من الصراعات سواء حدودية أو بحرية أو جوية، وده بيخلي أرقامها مختلفة عن غيرها لكن فعاليتها أعلى في المجال اللي مركزة عليه. فيه كمان فرق بين القوة النظرية والقوة العملية. القوة النظرية هي اللي بتتحسب بالأرقام والجداول، القوة العملية هي اللي بتظهر وقت الاختبار الحقيقي، وكثير من الجيوش اللي كانت مرعبة على الورق انهارت لما واجهت ضغط فعلي لأن المنظومة من جوه ما كانتش متماسكة. التدريب المستمر عامل حاسم ومش بتشاف في أي رقم. جندي بيتمرن سنين على سيناريوهات معقدة أخطر من جندي معه أحدث سلاح من غير تدريب، وعلشان كده الجيوش المحترفة بتصرف على التدريب تقريبا قد ما بتصرف على السلاح، لكن ده عمره ما بيتحول لرقم واضح في الإعلام. في كمان نقطة تتعلق بالوقت وهو عنصر خطير جدا في أي صراع. الدولة اللي تقدر تحرك قواتها أسرع وترخذ قرار أسرع وتنفذ أسرع عندها أفضلية كبيرة حتى لو عددها أقل، وده سبب إن أنظمة القيادة الحديثة بتركز على تقليل الزمن بين المعلومة والقرار. الناس ساعات بتسأل طيب لو الأرقام مش مهمة ليه الدول بتصرف كل ده على السلاح؟ الإجابة إن السلاح جزء من المنظومة مش المنظومة كلها، وجوده ضروري لكن قيمته الحقيقية بتطلع بس لما يشتغل جوه نظام متكامل. في حروب العصر الحديث بقي في اعتماد كبير على الحلفاء والتكامل بين الدول، يعني جيش لوحده ما بقش بيحارب زي زمان لكن بيشتغل ضمن شبكة أوسع، وده بيلي أرقام كل دولة لوحدها أقل دلالة لأن القوة الحقيقية مجموع المنظومة مش كل جزء منفصل. كمان في عنصر الاقتصاد اللي بيلعب دور طويل المدى. الدولة اللي اقتصادها قوي تقدر تعوض الخسائر وتستمر، لكن الدولة اللي اقتصادها مش حتى لو بدأت قوية ممكن تضعف بسرعة، وده سبب إن بعض الجيوش تبان ضخمة لكنها في الحقيقة محدودة القدرة على الاستمرار.
فيه مفهوم مهم جدا اسمه القدرة على التحمل، وده معناه الجيش يقدر يكمل القتال قد إيه تحت ضغط طويل ودي حاجة ما بتتقاسش بالعدد لكنها بتتقاس بالإدارة واللوجستيات والمعنويات. المعنويات نفسها عنصر حاسم ومش بتشاف في أي تقرير. جندي اللي مؤمن بالمهمة وقيادته أخطر بكتير من جندي متردد مهما كان تسليحه، وعلشان كده الحروب الحديثة بتركز على كسر المعنويات مش بس تدمير المعدات. في النهاية كل اللي بنشوفه من أرقام عن الطيارات والدبابات هو واجهة، بس الواجهة دي معمولة بعناية واللي وراها هو اللعبة الحقيقية اللي بتتلعب في عقول المخططين مش في جداول الإحصاء. لو حد فاضل فأقر إن القوة العسكرية رقم يبقى كده شايف نص الصورة بس، والنص التاني هو اللي بيحسم. وعلاش تنكده الدول اللي فاهمة بتسيئبك تشوف اللي هي عايزئك تشوفه وتفكر بالطريقة اللي هي محضراتها. القوة الحقيقية دايما أعمق من اللي ظاهرة وأهدى من اللي متوقع وأخطر من اللي معلن ودي قاعدة ثابتة في كل صراعات التاريخ. لو السلسلة دي مكملة معاكك للفهم مش للفرجة بس، يبقى الهدف أتحقق واللي ممكن يدخل في أمثلة تاريخية وتحليل صراعات من زاوية مختلفة تماما. اعمل اشتراك وخليك متابع، لأن اللي بعد كده هيكشف ليه حروب كتير كسبت قبل ما تبدأ أصلا.